السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل صوابع الست زينب. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هي صوابع زينب دي حلويات شرقية حلوة جدا جدا، إن شاء الله هتعجبكم. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا، وكمان مضمونة ومتجرب. أنا معايا هنا المقادير بتاعتي: كوبايتين من الدقيق عليهم رشة ملح. عندي هنا كمان كوباية من السميد، دقيق السمولينا أو دقيق البسبوسة أو دقيق الفينو زي ما بيسموه في الجزائر. عندي هنا نص كوباية من الزيت، هنعجنها بزيت مش بسمنة، لو حابة تعجنيها بسمنة براحتك. تمام. عندي هنا مية للعجن اسفة. كمان عندي هنا المية بتاعتي لازم تكون مية دافية. عندي هنا معلقة اكل من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. دي كده كل المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نحضر في الوصفة بتاعتنا. هناخد عندنا هنا الدقيق، عندي هنا كمان كوباية السميد، هاخد عليهم معلقة السكر ومعلقة الخميرة. ما تكترش في الخميرة عشان العجينة تطلع معاكي مظبوطة. هقلب بقى المواد الجافة مع بعضها كده كويس بحيث يندمجوا مع بعض كويس. تمام. انا كده قلبت المواد الجافة مع بعضها كده كويس وتأكدت ان هما اندمجوا مع بعض. عندي بقى هنا الزيت. تمام. هقلب الزيت مع السميد كويس والدقيق كويس مع بعضهم كده، زي حكاية البسبوسة كده. لازم نبث الزيت مع او السمنة، اي مادة دهنية يعني هتستخدميها مع الدقيق كويس عشان البسبوسة تطلع مظبوط. وهنا برضو نفس الكلام، بايدك بقى هتبسيها بحيث ان احنا ندخل المادة الدهنية بتاعتنا في الزيت كويس، في الدقيق كويس. تمام. تدعكيها على ايدك، تجيبي شويه على ايدك كده بالمنظر ده كده وتدعكيهم على ايدك كده. انا بسيت الزيت مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو، ما شاء الله، واتبس كويس جدا اهو. دلوقتي بقى بالميه الدافيه هنعجن العجينه بتاعتنا. بسم الله. هحط اول كوبايه، ولو احتجت طبعا بعد كده هضيف على حسب العجينه ما تلم معانا. العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها او لميتها هي مش بتحتاج عجن. تمام كده. انا حطيت كوبايه واحده بس من الميه على على 3 كوبايات دقيق، اللي هم كوبايتين الدقيق وكوبايه السمين. تمام كده. حطيت كوبايه ميه واحده بس، ما احتاجتش اكتر من كده. وما عجنتها زي ما قلت لكم عشان دي عامله زي البسبوسه، لو عجنتي فيها بتطلع صوابع زينب بتطلع معاكي ناشفه او قاسيه، واحنا مش عايزينها كده، عايزينها تطلع دايبه كده وحلوه. تمام كده. فما تعجنيش فيها، دوبك تلم السوائل مع المواد الجافه زي ما انتم شايفين كده شكل العجينه. ويا ريت لو تختاروا نوع السميد يكون اللي هو الناعم، ما يكونش اللي هو الخشن، عشان العجينه تطلع معاكي مظبوطه. تمام كده. دلوقتي بقى هنبتدي نشكل فيها، مش هنريحها ولا اي حاجه، نشتغل فيها على طول. تمام. عشان لو اختمرت بتفك في الزيت ويبقى شكلها مش حلو. هنشكل الصوابع زينب بتاعتنا. هناخد كور صغيره كده زي ما انتم شايفين. ممكن تشكلها، تعملي كور صغيره في الاول عشان بس ما تاخدش وقت معاكي. تعملي العجينه كلها عباره عن كور كده، ترصها على صينيه او على الرخامه قدامك، وبعد كده هتشكلي الشكل. الوقت بقى يا اما تشكليها على مشط زي ما انتم شايفين، بس لازم المشط طبعا يكون مخصص للحلويات، ما يكونش هتستخدميه غير في المطبخ بس، ما يكونش له استخدامات تانية. تمام. ويكون مشط جديد طبعا ونضيف. انا غسلاه حتى هو اصلا بتاع الحلويات، وغسلاه كمان بالملح وبالخل وبالليمون، يعني معقمه كويس الحمد لله. عندي هنا بقى باخد حته كده هفردها. اسهل حاجه بالنسبه لك هو المشط بقى، لا تقولي لي بقى مقصوصه ولا مصفى ولا الكلام ده. بتعمل شكل جميل، هوريهولك هيتعمل ازاي. احنا فردناها على الناحيه اللي هي الواسعه مش الضيقه دي، الناحيه الواسعه كده. هتلمي الحته دي كده اللي احنا عملناها كده اهو.
هوريكم بقى شكلها، شوفوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل جدا. انا عاملاها صغيره زي ما انتم شايفين كده، حابين تكبروا كبروا براحتكم. اهي شكلها حلو جدا اهي كده، شكلها من قريب ما شاء الله حلوه جدا، وعجينتها ممتازه حلوه جدا ما شاء الله. هعمل معاكم واحده كمان اهي، جبت حته قطعه عجين زي ما قلت لكم، ممكن تكورها كلها عشان بس تختصر في الوقت، مش عايزه هتشتغل على طول كده زي ما انا بعمل كده اهي. تيجي من الطرف ده هتلميها كده تمام اهي، شايفين شكلها جميل ازاي، حلوه جدا ما شاء الله. تيجي بقى من هنا تتاكدي ان هي اتقفلت كويس عشان ما تفتحش في الزيت. هكمل بقى باقي شكل صوابع زينب بتاعتنا بعد ما شكلناها كلها ما شاء الله. عملت معانا كميه كبيره ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهي، كميه حلوه جدا من شويه دقيق بساط جدا، ومقاديرها بسيطه زي ما شفنا مع بعض. شايفين ما شاء الله شكلها جميل قد ايه، عشان شكلناها بالمشط ما شاء الله، عدت لها شكل حلو جدا. دلوقتي بقى هنروح نقليها على البوتاجاز في زيت يكون دافي ما يكونش سخن تمام كده، يا دوبك دافي تتحملي تحطي صابعك فيه. هنحط الصوابع زينب بتاعتنا وهنحمرها، وهوريكم شكلها ان شاء الله بعد ما تحمر بقى عامل ازاي. لصوابع الست زينب بتاعتنا وهي بتتحمر في الزيت زي ما انتم شايفين كده، انا نزلتها في زيت دافي ما يكونش سخن تمام، عشان ما تفتحش معاكي وتنتفخ جامد ما شاء الله زي ما انتم شايفين. ما فتحتش معانا ولا اي حاجه، العجينه بتاعتنا مظبوطه، وحتى لو اتفتحت هي بتبقى برده حلوه. اهم حاجه العجينه بتاعتك تكون مظبوطه تمام. وبتطلعها وهي سخنه كده تحطيها في الشربات يكون ساقع، الصوابع زينب تكون سخنه والشربات يكون ساقع تمام كده. هطلعها من الزيت على الشربات الساقع وبعد كده نشوف شكلها ان شاء الله. شكل صوابع زينب بتاعتنا بعد ما طلعتها من الزيت مباشرة على طول على العسل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، لونها ذهبي وجميل. العسل بتاعنا يكون تقيل، هقول لكم بقى العسل يكون عامل ازاي. كل كوبايتين سكر هتاخد كوبايه من الميه، يعني نص السكر ميه تمام كده. انا كنت عامله كميه كبيره من العسل، فاللي بيبقى طبعا بعد كده بتقدري تصفيه وتحفظيه في التلاجة في برطمان تمام. زي ما قلت لكم كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره نص ليمونه بعد الغليان تمام. وبعد كده في الاخر بتسيبيها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه على النار لحد ما العسل يكون تقيل معاكي. بعد كده اخر حاجه خالص بتضيفي الفانيليا او ماء الزهر او ماء الورد زي ما تحبي، النكهه اللي تحبيها تمام كده. وده شكل صوابع زينب بقى زي ما انتم شايفين كده، لونها جميل جدا وما شاء الله ناجحه جدا. هنشوف شكلها بعد ما نطلعها من العسل. سيبها في العسل شويه، يعني دي اول طاسه انا عملتها، على بال ما الطاسه التانية تتعمل تكون دي شربت من العسل كويس. ما تطلعهاش من العسل على طول، تسيبها شويه تشرب من العسل وتتشرب كويس كده، وبعد كده تصفيها في مصفى وتقدميها بقى زي ما تحبي. ده شكل صوابع زينب بتاعتنا بعد ما طلعناها من الشربات. انا حطيتها في مصفى، بطلعها من الشربات او من العسل على مصفى زي ما انتم شايفين كده، وحاطه تحت المصفى طبق عشان ينزل اي عسل موجود زياده في الصوابع زينب تمام كده. هسيبها بس تصفي العسل منها شويه وبعد كده هنشوف شكلها ان شاء الله مع بعض. كده الشكل النهائي لصوابع زينب بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شكلها حلو جدا ولونها جميل ما شاء الله وناجحه جدا ومظبوطه جدا. شكلها احلى من الكاميرا، من اللي واضحه في الكاميرا كتير جدا ما شاء الله في الطبيعه. عايزه بقى اوريكم واحده من صوابع زينب بتاعتنا، شايفين ما شاء الله قد ايه دايبه، شايفين اهي عامله ازاي من جوه، دايبه قد ايه، حلوه جدا جدا جدا. تاكلوا صوابعكم ورا، بس حاسبوا على صوابعكم بقى تاكلها كلها ما شاء الله. حلوه جدا وناجحه جدا ومضمونه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، حلوه جدا جدا. بس هي طعمها بصراحه لما بتبرد احلى كتير من وهي سخنه، بس بقى لما تبرد شويه عشان تستطعموا بيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم في حاجه تعملوا لايك للفيديو حتى على الاقل، يعني انتوا لو استفدتوا ولو معلومه بسيطه يعني حطوا لايك، مش هتخسروا حاجه للفيديو. يعني يا جماعه ما شاء الله يعني الفيديو بقى جايب عندي مثلا حوالي 25,000 مشاهده وعندي مثلا 400 لايك، يعني شايفوا يعني ال25,000 اللي دخلوا مفيش ولا غير 400 بس هم اللي عجبهم الفيديو. بجد حرام، زي ما انا بتعب في الفيديو يعني قدروا حتى تعبي وحطوا لايك للفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك بقى
وكمان شير للفيديو واشتراك في القناة لو بتشوفوا قناتي لأول مرة. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.